فيلمنا بيبدأ مع شلة شباب وبنات موجودين في بارتي ليلي في بيت واحد صاحبهم اسمه جوس، والدنيا ضلمة ومزيكا وضحك وصياح، وكلهم متحمسين وملهوفين حوالين ايد متحنطة جوه برطمان ازاز شفاف، والايد ديت لونها اصفر عتيق وعليها تجاعيد وعروق باينة وضوافر لسه موجودة، ومش هتعرف لوحدك لو شفتها الايد ديت هل هي حقيقية ولا من الشمع. ودي جويس، واحدة من البنات قاعدة في النص بتنزل البرطمان من الشنطة وبتفتحه قدامهم وبتطلع الايد وتحطها في نص الأوضة تحت نور خفيف علشان كل الناس يشوفوها، وكل واحد فيهم بيبقى مبسوط ومتحمس. وطبعا أول ما الايد بتنزل الكل بيقعد يزعق من الإثارة، وبيحسبوا انهم داخلين على حاجة جديدة وفريدة مش مألوفة بالنسبة لهم، ومحدش فيهم فكر يسأل نفسه سؤال مهم: هي الايد دي كانت بتاعت مين أصلا؟ وجات منين؟ ومين اللي استخدمها قبل كده؟ ومات ازاي؟ ومين اللي حنطها؟ جوس صاحب البيت بيقرب منها وبياخد الايد وبيبدأ يشرح قوانين اللعبة، وبيقول لهم انت بتقبض على الايد ديت وبتقول اتكلم معايا، واول ما بتقول كده بيظهر لك روح من عالم تاني وبتبدأ تتكلم معاك، وتقدر تشوفها وتسمعها زي ما انت وانا قاعدين دلوقتي بالظبط. ولو عايز توقف تقول خلاص وتسيب الايد. القوانين كده بسيطة وسهلة ومحدش هيكسرها طبعا. وطبعا كلهم مش مهتمين بالقوانين وكل همهم التجربة الحلوة اللي هيعيشوها. واحد من الشباب اسمه دانيال بياخد الجرأة وبيقول انا اللي هبدأ، وبيقبض على الايد وايده بترتعش من التوتر، وكل الناس قاعدة تتفرج بصمت. واول ما قال اتكلم معايا في ثانية واحدة عين دانيال بتسود وبؤبؤ عينه بيختفي ولون عينه كلها بقت اسود زي الفحم خالص، وجسمه وقع على الارض بسرعة وطلع صوت من جواه مش صوته خالص، صوت راجل كبير تقيل وموجوع. وطبعا الكل بيزعق ويخاف ومش عارفين يتصرفوا، والجث بيجري عليه ويصرخ في وشه وبيقول له فوق لغاية ما دانيال فاق. دانيال فاق مش فاكر حاجة وبيضحك وبيقول كانت جامدة فشخ، انا عايز امسك تاني. والناس قاعدة تضحك معاه ومش فاهمين هو كان فين ولا ايه اللي حصل. بس في بنت قاعدة في ركنة ناحية الشباك طول الوقت ولسه ما اتكلمتش ومش متفاعلة مع اي حاجة حواليها، ومش مبسوطة ومش بتشارك معاهم في الضحك ولا الصياح، وعينيها فيها حزن غريب وما ابتسمتش ولا ضحكت ولا قالت حاجة من أول ما دخلت. وده طبعا يخليك تحس من أول ثانية إنها مش زي الباقيين وإن عندها قصة تانية خالص. بيكون اسمها مايا قاعدة جنب صاحبتها اللي اسمها جيد وبتتفرج على اللي بيحصل من بعيد، لأن مايا لسه من فترة قريبة فقدت أمها اللي ماتت فجأة من جرعة زيادة من الدواء اللي بتاخده علشان الاكتئاب، ومش عارفة هي كانت عايزة تنتحر ولا دي غلطة حصلت. ومايا عايشة في حالة اكتئاب وضياع وحشة وصعبة جدا. مايا بتقوم من ركنتها وبتقرب من جوس اللي لسه ماسك الايد وبتقوله انا عايزة اجرب. جوس بيبص لها ويشوف في عينيها العزيمة ويقول لها انت متأكدة؟ وبتقوله اه، وبتاخد نفس عميق وبتقبض على الايد وبصت لها كويس وحست بملمسها الناشف. وفجأة مايا بتبقى مش في البيت ولا في الأوضة ومش في عالمنا خالص، لا هي في عالم تاني خالص. أوضة مشرقة جدا زي الشمس وكل حاجة فيها لونها أبيض ناصع، والهدوء اللي فيها مش معقول، ونورها قوي جدا. وبيظهر في وسط الأوضة ست غريبة وشكلها طيب وشعرها أبيض وعيونها حلوة، وبتتكلم مع مايا بصوت هادي وحنين وبتقول لها ما تخافش كل حاجة كويسة، وبتقول لها انت مش لوحدك. مايا قلبها بينبض بسرعة وهي حاسة ان دي أمها حقيقي، لأن الإحساس اللي حواليها نفس إحساس حضن أمها ونفس ريحتها ونفس نبرة الصوت بالظبط. ومايا قاعدة مش عارفة تتكلم وبتعيط. الست بتاخد ايد مايا وبتشدها وبتقول لها تعالي ورايا، ومايا قاعدة ماشية وراها في قلب الضوء الناصع ومفيش حد تاني حواليها. وفجأة مايا بتصحى من الغيبة اللي لقت نفسها على الأرض ورجعت تاني في البيت، والناس قاعدة حواليها بتزعق وتسقف وتضحك، ومايا قاعدة مش فاهمة حاجة وعينيها مليانة دموع نازلة ومش عارفة تبطل عياط. وأول ما قدرت تتكلم قالت أنا عايزة أجرب تاني، أنا عايزة أمسك الإيد دي تاني. وطبعا جوس فرحان لأنه لقى حد جديد شغوف زيه. بعد البارتي
مايا رجعت البيت مع جد ورايلي اخوها الصغير اللي عنده 12 سنة، طفل لسه ومش فاهم الدنيا وفضوله كبير، وده خلاه يضغط على جد ويسألها كل التفاصيل. ومايا قاعدة طول الطريق مش بتتكلم وعينيها شحبة وبصة للسقف ولسه محتفظة بالإحساس اللي جواها. مايا رجعت البيت ودخلت أوضتها وقعدت على السرير مش قادرة تنام وعينيها بصة للسقف، وكل ما تقفل عينيها تشوف نفس الضي الأبيض ونفس الست اللي كلمتها، وبتقرر إنها لازم تعمل كده تاني. في نص الليل مايا سمعت صوت طنجرة وقعت في قلب المطبخ وعملت صوت عنيف، فقامت من سريرها بسرعة وراحت المطبخ وعينها لسه مقفلة، وراحت تشوف ايه اللي بيحصل. لقت كل حاجة في مكانها، مفيش حاجة وقعت ولا في حاجة اتكسرت، وصوت الطنجرة اللي وقعت لقت الطنجرة موجودة في مكانها. الصوت كان واضح وصريح بس مفيش حاجة. فضلت واقفة في المطبخ تلف وتدور في كل مكان، محدش موجود ولا في صوت ولا حركة، ومش عارفة تفسر اللي سمعته. ورجعت سريرها تاني وهي حاسة ان في حاجة حواليها مش مظبوطة خالص. والمخرج هنا عايز يوصل لنا نقطة ان مايا مش بس ضايعة وتايهة في بحر الحزن والاكتئاب بعد ما فقدت امها في ظروف مش مفهومة، لا ده كمان بدأت تفقد الحد الفاصل بين الحقيقة والوهم، لان نفسيتها تعبانة وكل ما تفكر في امها تسمع حواليها حاجات تأكد لها ان امها موجودة، او عقلها الباطل بيوهمها، وده اللي بيخلق عندها ادمان على التجربة. تاني يوم الصبح مايا في المدرسة مش قادرة تركز في اي حاجة غير الايد والرغبة الجامدة انها تعيش نفس الاحساس تاني، وقعدت تقنع جد بكل الطرق انهم لازم يرجعوا تاني ويجربوا. جد مش مقتنع ومش عايزة تجرب تاني، وبتقول لها اللي حصل امبارح كان غريب ومخيف، وعين سودا ورعشة وناس وقعت على الارض، ده مش هزار. لكن مايا بتقنعها لغاية ما جد وافقت. رجعوا تاني لنفس البيت وراحوا الجث، نفس الناس ونفس الايد المتحنطة، كل حاجة زي ما هي، بس جويس صاحبة الايد الاصلية مش موجودة، لانها من اول يوم حست ان الموضوع مش هزار وانه ممكن يودي في داهية، ومشيت وسابتهم في حالهم. رايلي اخو جد الصغير طبعا موجود وماسك في كل حتة وبيقول انا عايز اجرب، وجوس بيضحك ويقول له لا يا كابتن انت صغير، ده لعب كبار. ومايا اللي المفروض تمنعه وتقول له لا يا ابني انت لسه صغير، هي اللي بتقنع جد وبتقول له سيبه دقيقة واحدة بس، خلينا نخليه يجرب ويشوف الدنيا. وشايفين بقى العبط، بنت ضايعة تايهة في الحياة عايزة تتصل بأمها ميتة ومستعدة تخلي طفل صغير عنده 12 سنة يدخل في لعبة خطيرة جدا عشان بس تعيش إحساس النشوة اللي عاشتها أول مرة. جد بيوافق وهو قلقان وبيقول لها بصوت واطي ماشي دقيقة واحدة بس. ومايا فرحت وقلبت على رايلي وقالت له تعالى يلا هتشتغل معايا. مايا مسكت الإيد تاني ودخلت في النشوة بتاعتها بسرعة أكبر من أول مرة، وأمها ظهرت لها تاني وقعدت تكلمها عن تفاصيل صغيرة من طفولتها، عن يوم ما وقعت وجابت لها لعبة، وعن يوم ما مرضت وجابت لها أكل وهم صغار، وحاجات محدش يعرفها غيرهم. وفجأة ظهر في النص روح تانية خالص، روح راجل ملامحه مش كويسة وعينه سودا وبيضحك ضحكة غريبة، وقال لمايا أنا وحش معرفش، انت عارفة ان انا وحش. ومايا قاعدة مش فاهمة حاجة ومش عارفة ترد ولا تتكلم. الراجل ضحك وقال كده وطلع من الضوء وخلى المكان كله يرتعش، ومايا لسه في نشوتها ومش عارفة تخرج، وجص كل شوية يصرخ فيها لحد ما مايا فاقت بصعوبة وعينيها حمرا من كتر ما عيطت. ورايلي واقف قدامها زي الفل وبيقول لها انا عايز امسك الايد ديت، وعينه بتلمع من الفرحة. شايفين بقى المشهد العبيط، بنت قاعدة حواليها ارواح وراجل قال لها انا وحش ولسه داخلين على مرة تانية. رايلي نط على الايد ومسكها بكل قوته، واول ما قال اتكلم معايا جسمه بدأ يرتعش وبدأ يترج رجة عنيفة جدا، ووقع على الارض وعينه بقت سودا بالكامل، وطلع من جواه نفس صوت روح دانيال اللي سمعوه من اول يوم. الكل اتصدم لان دانيال مش موجود هنا، رايلي اللي قدامهم، وان رايلي اللي قدامهم مش رايلي اللي هم عارفينه، جسمه فيه روح تانية خالص ومش عارفين يتصرفوا. رايلي الروح اللي فيه بدأت تتحرك وتتكلم وتقول انا مبسوط انا كويس. ومايا قاعدة تسأله شفت مين هناك، ورايلي رد وقال شفت امك يا مايا، شفتها هناك قاعدة مستنياكي. وفجأة ام جد دخلت البيت لانها كانت قاعدة تدور على عيالها. في نص الليل لقت الباب مفتوح ودخلت تشوف، والكل اتلخبط 100 مرة ومحدش عارف يتصرف. ومايا بدل ما تسيب الايد بالراحة وتستنى شوية شدتها غصب من ايد رايلي، وهي نسيت انها كده كسرت القاعدة وما قالتش خلاص، ودي غلطة كبيرة جدا. القاعدة اتكسرت والروح فضلت في جسم رايلي لان محدش قال خلاص.
رايلي بدأ يضرب نفسه ضرب جامد قوي في وشه وفي عينه وفي الأرض وفي الحيطة، وكل شوية يزود القوة بتاعة الضرب، والدم طلع من عينه ومن دماغه في كل حتة، والكل بدأ يصرخ ومش عارفين يمسكوا رايلي. هو قاعد يضرب نفسه والدم في كل مكان ومش عارفين يوقفوه، ومايا قاعدة في النص بتتفرج ومش عارفة تتحرك ومش قادرة تتكلم وعينيها مصدومة من اللي بتشوفه. الايد وقعت من ايد رايلي بعد معركة طويلة، وقع جسمه الصغير على الارض والدم في كل حتة في الأوضة، والكل في حالة صدمة. جيت بتجري عليه وتاخده في حضنها. الصبح طلع ورايلي في المستشفى، عينه اتكسرت ودماغه اتخبطت، وممكن ما يتعافاش خالص، وممكن حياته كلها تتغير للأبد بسبب دقيقة واحدة بس من التسلية الغبية اللي ملهاش أي لازمة. مايا قاعدة لوحدها في أوضتها، محدش عايز يكلمها ولا يشوفها، ولا جد صاحبتها اللي كانت أختها عايزة تكلمها، وبتبعد عنها ومش عايزة تشوفها، لأن عندها حق. كل اللي حصل بسبب مايا، هي اللي شجعته على إن هو يمد إيده للإيد ديت، وإن ده كانت غلطتها. وهنا المخرج بيحطنا في موقف صعب، لأننا مش عارفين نكره مايا رغم غلطتها الفادحة، لأن مايا مش وحشة ومش شريرة ولا إنسان غبي، هي بس بنت ضايعة في بحر من الحزن والاكتئاب، وفقدت أغلى حاجة عندها، ومش لاقي حد يفهمها ويسمعها من غير أرواح وعالم مش معروف ولا مفهوم. كل تصرفات مايا نابعة من وجعها وتوهانها النفسي، وده اللي بيخلي الفيلم مؤثر قوي، لأن احنا كبشر لو كنا في نفس حالتها أكيد هنعمل زيها وأكتر. في المستشفى بعد أيام رايلي فاق وفجأة قعد في السرير وقال لعيلته أنا شايف مايا قاعدة في الأوضة معايا دلوقتي، ومايا مش موجودة في المستشفى أصلا، مايا موجودة في البيت. مين اللي رايلي شايفها محدش يعرف، وكانوا فاكرين إن عنده هلاوس ما بعد الصدمة. ومايا بتكون في البيت قاعدة لوحدها في أوضتها بتفكر في أمها وفي رايلي وفي كل حاجة. فجأة سمعت صوت رايلي بينادي عليها من الأوضة اللي جنبها وبيقول لها يا مايا تعالي، وبتقوم تروح تشوفه بتلاقيه واقف هناك وعينه عمالة بتنزل دم، ومحدش عارف دي حقيقة ولا وهم ولا تخيلات ولا ايه بالظبط. رايلي قلع ضمادة عينه وقال لمايا انا جاي عشانك، عشان امك مستنياكي، تعالي ماخدك هناك. ومايا بتقوم ماشية وراه في البيت ومش فارق معاها حاجة، دخلت معاه في عالم الأرواح، بس المرة دي مفيش نور ولا أمان ولا ضحك ولا حاجة خالص، بس ظلام وأرواح قاعدة في كل ناحية وموجودين من كل ناحية حواليها، وعمالين ياكلوا في روحها وبيذكروها بكل لحظة وحشة في حياتها، وبيقولوا لها مايا ماتت أمك بسببك يا مايا، رايل اتعور بسببك يا مايا، انت فاشلة في كل حاجة ومفيش حد بيحبك، انت وحشة ومش كويسة. والأرواح قاعدة تمت حواليها وتضحك بصوت مقرف، وكل محاولات مايا عشان تهرب بتفشل، لأن المكان كان مسيطر عليها تماما. كل ما مايا تتألم أكتر كل ما الأرواح بتزيد قوتها أكتر وبيزيد ضحكهم أكتر، وبيقربوا منها شوية شوية لغاية ما حوطوها من كل ناحية، ومحدش عارف يساعدها ولا يوصلها، ومفيش ولا بصيص نور في قلب المكان ولا في مخرج واضح، وكل ما تحاول تتحرك تكتشف انها لسه في نفس الدايرة المفرغة. وبعد صراع طويل جدا مايا سمعت صوت امها الحقيقي، مش الروح المزيفة اللي كانت بتظهر لها، لا ده صوت امها الحقيقي من بعيد وبيقول لها انت قوية ومش هسيبك هنا ولا هخليهم يمسكوكي، انت لازم تكملي علشان لسه قدامك حياة. مايا شدت حيلها وشدت نفسها وقدرت تخرج من دايرة الأرواح بمساعدة صوت أمها اللي فضل يوجهها لغاية ما وقفت ولقت نفسها في البيت تاني. بعد كل ده رايلي بدأ يتعافى وعينه بدأت ترجع شوية شوية، والحمد لله ما اتصابش بأذى كبير، ومايا ابتدت تعيش حياتها من تاني، بس اكتسبت قدرة غريبة إنها بقت بتقدر تشوف الأرواح حواليها في كل مكان، والناس حواليها مش عارفين إن هي شايفة الأرواح ديت. والمخرج هنا حطنا في موقف غريب، لأننا مش عارفين نشمت في مايا ولا نكرهها، لأنها في الآخر ضحية، واحنا طول الفيلم كنا في صفها ومشينا معاها في رحلتها، وكل اللي حصل بسبب انها فقدت امها ومش لاقياها. وعشان كده الفيلم مش مجرد رعب، ده كمان درس في علم النفس والعلاج النفسي. الفيلم خلص ومش عارفين مايا هتقدر تعيش حياتها طبيعي ولا لأ، وهتفضل شايفة الأرواح حواليها للأبد. وده من ضمن قوة الفيلم، إنه ما سابش إجابة واضحة، خلاك أنت اللي تفكر. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. كان معكم أبو طه، ما تنساش تشترك وتعمل لايك. يلا سلام.